الطلقة اللي موتتني مش أول مرة تتضرب. أنا سمعتها قبل كده، بس المرة دي كنت شايف جسمي واقع على الأرض، وعرفت إن الدور جاي عليا أنا. قصة مستوحاة من أحداث حقيقية بعنوان عيار قاتل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك كومنت وشجعني وقول لي إيه رأيك في القصة. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. أنا ما كنتش خايف من الصوت، كنت خايف من السكوت اللي جه بعده. العيار اتضرب وما حسيتش بنفسي بعدها، ولا صورة بطيئة ولا صريخ ولا حتى وجع في اللحظة نفسها. الوجع دايما بيتأخر. كنت واقف عادي وببص قدامي، بس في حاجة غلط. الصوت اللي في دماغي اتغير، كأن حد وطى الصوت فجأة. حسيت إني مش لوحدي جوه جسمي. الغريب إني كنت سامع نفسي بتتنفس، بس مش حاسس بالهوا. افتكرت ساعتها أول مرة شفت العيار ده من سنتين، مش في خناقة ولا في مصيبة ولا حتى في لعبة ضرب النار. كنت قاعد قدام واحد صاحبي بيوريلي مسدسه، بيقول لي ده عيار نضيف بيموت من غير صوت. ضحك وانا ضحكت، بس العيار وقع من ايده على الارض. وقع، بس انا سمعت صوت ضرب نار. ضحكت اكتر، قلت له انت اتجننت؟ بس هو ما ضحكش، بص لي بصه عمري ما نسيتها، وقال سمعت ايه؟ من ساعتها كل ما اقرب من صوت عالي، زي صوت دوشه باب بيتقفل، اي حاجه صوتها عالي، كنت بسمع نفس العيار، نفس الصوت، نفس الصمت اللي بعده. رجعنا للحظة اللي واقف قدامي فيها بعد الطلقة. بمد ايدي على صدري، مفيش دم ولا سخونة ولا حتى خرم في هدومي، بس ايدي عدت من جسمي. هنا فهمت العيار ما قتلنيش دلوقتي، العيار كان شغال فيه من زمان. كنت ماشي بتكلم بضحك بعيش، بس كل مرة سمعت الصوت ده كان جزء مني بيقف زي العداد، طلقة ورا طلقة. الناس حواليا اتحركت، في اللي جري، في اللي بص، في اللي وقع على الأرض. لكن بعد الطلقة ما دخلت جسمي ما بقتش حاسس بنفسي. واحد مسك راسي وصرخ، الدم نزل والناس قالت اتضرب بالنار. بس أنا كنت واقف وراهم، بصيت على جسمي لقيته مكانه، عينيا مفتوحة بس فاضية. ساعتها الصوت رجع، مش طلقة بس همسة. فاكر لما سمعتها أول مرة؟ انت مت ساعتها، بس ما صدقتش. العيار القاتل ما بيدخلش الجسم، بيدخل الوعي. وانت ممكن تعيش سنين بعد ما تموت، بس المشكلة انك لما تاخد بالك يبقى الدور عليك تسمع الطلقة الأخيرة. وانا سامعها دلوقتي وقريبة قوي.